عسلامة الناس الكل. اليوم باش نحكيو على طبق معروف في أغلب البيوت التونسية، خاصة في شهر رمضان. طبق دافي وريحته تعبي الدار. نحكيو على شوربة الفريك، الحساء التونسي الشهير. أما قبل ما نحكيو على الطعم متاعو والريحة البنينة اللي تفتح الشهية، خلينا نرجعو شوية لتالي بالتاريخ. الحقيقة باش نرجعو برشا لتالي. حكاية شوربة الفريك ما بديتش في الكوجينة، المطبخ التونسي بدأت في الحقول. تونس ومنذ آلاف السنين كانت معروفة بأراضيها الخصبة وإنتاجها الكبير للحبوب. حتى في العهد القرطاجي، قرطاج ما كانتش قوة بحرية وتجارية في البحر المتوسط كهو، بل كانت زادة قوة فلاحية كبيرة. القرطاجيين كانوا متقدمين برشا في الفلاحة، لدرجة أنه العالم القرطاجي والفلاحي ماغون والملقب بأبو الفلاحة كتب موسوعة كاملة في الفلاحة، ولليوم تدرس أساليبه. المثير للاهتمام أنه حتى بعد سقوط قرطاج، الرومان أنفسهم اعتبروا كتاب ماغون مرجع مهم، واعتمدوه في تطوير الفلاحة في كامل المتوسط. مع مرور الوقت تونس ولات جزء من المقاطعة الرومانية، أفريقيا البروقنصلية، أفريكا بروكونسولاريس. وفي الفترة هذيك تونس كانت تعرف مطمور روما، يعني المخزن الكبير اللي يزود روما بالقمح. المؤرخين الرومان مثل بيلينيوس الأكبر سترابون ذكروا في كتبهم أنه شمال أفريقيا كان يصدر كميات هامة من القمح الروما، وأحيانا ألف الأطنان كل عام. المناطق الفلاحية في شمال غرب تونس كيف بيجة الكيف وجندوبة وحتى سليانة كانت من أغنى الأراضي بالقمح، والمناطق هذه ما زالت حتى لليوم تعرف باسم الفريقة، هي أراضي القمح. لكن كلمة الفريقيا مش مجرد اسم جغرافي، هي في الحقيقة شهادة على تاريخ فلاحي طويل عاشته المناطق هذه. الحقول غادي كانت تنتج كميات كبيرة من الحبوب، مش فقط للاستهلاك المحلي بل حتى للتصدير. مع مرور القرون، خاصة بعد العهد الروماني، تواصل القمح التونسي ورحلته عبر التجارة، وكان يتنقل إلى مناطق برية خصوصا شرق الجزائر اليوم. مدن كيف عنابة وقسنطينة كانت مرتبطة اقتصاديا ثقافيا وحتى جغرافيا بتونس. منذ قرون كانت طرق التجارة أو القبائل المتنقلة تواصل نقل الحبوب بين هالمناطق، وهذا يفسر علاش بعض الأطباق التونسية المرتبطة بالقمح كيف شوربة الفريك موجودة في الشرق الجزائري الحالي ومش موجودة في الغرب. أما انتشارها يقعد أقل مقارنة بتونس الموطن الأصلي. الفريك هو في الأصل قمح أخضر يتم تحميصه فوق النار ثم يتفرك باش تتنحاله القشرة. ونجم نقولوا اللي الفريك مشتقة من فعل فرك العربية أي تفريك الحبوب. الطريقة القديمة في معالجة القمح كانت معروفة في عدة مناطق، لكنها ازدهرت بصفة خاصة في تونس، والسبب بسيط: كثرة القمح وخصوبة الأرض. مع الوقت تطورت الأكلات اللي تعتمد على الفريك، وأشهرها شوربة الفريك. اليوم شوربة الفريك موجودة في كامل تونس، مش شمال للجنوب ومش شرق حتى للغرب. في رمضان حاضرة في أغلب السفرات الرمضانية التونسية. شوربة الفريك الحقيقة مش مجرد طبق، هي جزء من ذكرى غذائية قيمة ديمة وطويلة. حكاية بديت في الحقول التونسية، مرت عبر قرون من الفلاحة والتجارة، ووصلت اليوم لمائدة رمضان. طبق بسيط في الظاهر لكن وراه آلاف السنين من التاريخ.
في النهاية نجم نقولوا بكل بساطة شوربة الفريك طعمها تونسي وحكايتها تاريخية.